في رحاب كتاب الله مع الشيخ عماد الكاظمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأفاضل، نلتقيكم اليوم مع حديث آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل كتاب الله تعالى، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا بني لا تغفل عن قراءة القرآن، فإن القرآن يحيي القلوب وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما بينا في الأحاديث التي مضت، يبين لنا آثار وعظمة قراءة كتاب الله تعالى. وفي هذا الحديث يبين لنا ثلاثة آثار في منزلة قارئ القرآن، وخصوصا كما بينا الذي يعمل بكتاب الله تعالى. فالنبي أولا ينهانا عن الغفلة عن قراءة القرآن. إخوتي الأفاضل، قراءة القرآن لا تتعلق فقط في شهر رمضان. قراءة القرآن ينبغي أن لا تترك في كل يوم، لأننا عن طريق كتاب الله تعالى نعاهد الله عز وجل على التمسك بالشريعة المقدسة. فالنبي يقول: لا تغفل عن قراءة القرآن. لماذا؟ لأن هذه الغفلة لها آثار، وعدم الغفلة أيضا ماذا؟ التذكر والتفكر أيضا له آثار. من هذه الآثار أولا تحيي القلوب، ومن هذه الآثار تجعل المرء ينهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك عن البغي والاعتداء على الآخرين. فالمرء عندما يقرأ كتاب الله عز وجل قراءة تأملية يحيا هذا القلب، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والاطمئنان هو طريق لحياة القلوب. هذا الأمر الأول. وعدم الغفلة عن قراءة القرآن تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فإننا عندما نقرأ تلك الآيات المباركات التي تدعو إلى التمسك بتعاليم الشريعة المقدسة، والتي تنهانا عن الرذائل من الغيبة والنميمة والسب والشتيمة إلى آخرها، فالمرء إن قرأ قراءة واقعية تأملية سوف ينهى نفسه عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر، وكذلك سوف يتجنب البغي والاعتداء على الآخرين وظلم الناس، لأنه سوف يقرأ ما هي آثار ذلك الظلم، وكيف أن الأمم والملوك والناس الذين ظلموا الآخرين كان عقابهم في الدنيا فضلا عن الآخرة. إذن عدم الغفلة عن قراءة القرآن لها هذه الآثار المباركة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ألا نغفل عن قراءة القرآن، وخصوصا ونحن في رحابه وفي ضيافته في هذا الشهر العظيم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.